دور المجموعات يدخل مراحله الأخيرة لحسم مقاعد المنتخبات المتأهلة إلى الدور 16 لكأس إفريقيا 2023. المنتخب المصري يواجه خطر الإقصاء المبكر بعد تحقيق تعادلين في أول جولتين، حيث سيلاقي منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة ويحتاج إلى 3 نقاط ضرورية للبقاء في البطولة. وسيكون منتخب الفراعنة بدون نجمه محمد صلاح في لقاء الليلة أمام متأهل سلفا منتخب الرأس الأخضر، والذي ضمن الصدارة بعد تحقيق فوزين في جولتين الماضيتين. نتيجة التعادل للمغرب أمام كونغو الديمقراطية تبعثر أوراق المدرب وليد الركراكي، وتمنعه من إراحة اللاعبين في الجولة الثالثة أمام منتخب زامبيا، حيث الفوز في لقاء الأمس كان سيفتح المجال لوليد لإشراك بعض اللاعبين الاحتياطيين أمام منتخب الرصاصات النحاسية. جدير بالذكر أن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان وقع على هدفه التاسع رفقة منتخب بلاده بعدما هز شباك كونغو الديمقراطية، ورغم مشاركته في مركز الظهير إلا أنه ثالث هداف الجيل الحالي لأسود الأطلس بعد حكيم زياش 21 هدفا ويوسف النصيري 18 هدفا. وسيلاقي الجزائر خصمه العربي موريتانيا منتخب مرابطون مساء يوم غد الثلاثاء لحسم بطاقة التأهل للمجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخب بوركينا فاسو المتصدر ب4 نقاط مناصفة مع منتخب أنغولا، حيث يرغب الفريقين في الفوز خاصة محاربين الصحراء لتجنب الخروج من الباب الخلفي للبطولة. فمنتخب الجزائر لديه فرصة التأهل بعد تحقيق نقطتين من الجولتين الماضيتين، فيما يبحث منتخب موريتانيا عن الفوز المعنوي قد يعني التأهل كأحسن ثالث في المجموعة، لكن التعادل أو الخسارة يعني الخروج المبكر من البطولة. وفي اليوم الأخير من ختم دور المجموعات للكان يوم الأربعاء يلاقي منتخب تونس خصمه منتخب جنوب إفريقيا في لقاء قوي، ويحتاج النسور إلى الفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل وفي رصيد نقطة واحدة من الجولتين بعد الخسارة أمام ناميبيا والتعادل أمام مالي. أما المنتخب المغربي فسيلاقي منتخب زامبيا مساء الأربعاء وعينه على 3 نقاط لتصدر مجموعته السادسة.